فوق برج من أبراج قرطبة كان في راجل واقف لابس جناحين كبار من حرير وخشب وريش. الناس تحت باصين لفوق، واحد بيقول هيطير والتاني يرد والله هيطير ولا حاجة تتجنن. بس هو ما كانش سامع حد، كان شايف حاجة تانية، كان شايف السما كأنها شخص بيندهله. عباس بن فرناس راجل من زمن تاني، في الوقت اللي كان فيه الطيران مجرد خرافة. النهاردة هنتكلم عن راجل محلمش بس يطير، لكنه قرر يحط علم وتجربة في خدمة حلمه. قبل ما قرطبة تعرف اسمه، قبل ما السما تشوف جناحاته، كان في طفل صغير بيجري في شوارع مدينة هادية بين جبال الجنوب اسمها روندا. في حوالي سنة 210 ميلاديا اتولد أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرني في بلدة اسمها روندا في الأندلس، وتحديدا في المنطقة اللي نعرفها النهاردة باسم ملجا في أسبانيا. كان من الموالي، يعني أصله مش عربي، وغالبا كان أمازيغي بربري، وتحديدا من قبيلة اسمها تاكرنا، عشان كده لقبوه بالتاكرني. الطفل ده ما كانش ابن قصر ولا تربى في المدارس بتاعت الخلفاء، لكن كان عنده حاجة محدش بيورثها: فضوله خلاه يتعلم القراية والكتابة في سن صغير، وبعدها انتقل لقرطبة اللي كانت وقتها قلب العلم والفن في العالم الإسلامي. المؤرخ المغربي أحمد المقري صاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس رطيب قال: كان ابن فرناس من أهل الصناعة والمعرفة والاختراع، نشأ في رندة ثم انتقل إلى قرطبة فظهر فيها شأنه. في قرطبة بدأ ينخرط وسط العلماء، وخصوصا في مجالات زي الفلك، الشعر، النحو والحساب، الفلسفة، الميكانيكا والكيمياء. كان في بداية حياته مهتم بالشعر واللغة، وده خلى اسمه يتعرف بين الأدباء. وبعدين بدأ يدخل في مجلس الحكم الأموي، وبقى مقرب من الأمير الحكم ابن هشام وبعده عبد الرحمن الأوسط. اتولد في مدينة صغيرة، بس حلمه كان بحجم السما. من أول لحظة كان بيشوف الأمور بطريقة مختلفة. عباس بن فرناس كان دايما يتأمل السما، وكان بيبنيها بطريقته. ما بين بلاط الحكم الأموي ومختبره الصغير كان ابن فرناس بيشتغل ليل نهار، يسجل، يجرب ويعيد من الأول، وكل شوية يخترع حاجة. أولا اخترع القبة السماوية. المؤرخ المقري في نفح الطيب كتب: صنع بيتا على هيئة قبة يظهر فيها النجوم والكواكب والبروق والرعود، فكان الناس يدخلونه كأنهم في السماء. القبة دي كانت أشبه بعرض علمي ثلاثي الأبعاد، ولكن في القرن التاسع الميلادي. كانت بتحكم في حركة الكواكب بدقة، وكان بيوري الزوار شكل السماء في كل وقت. وبعدين عمل الميقات، الساعة المائية. المؤرخ الزهري بيقول عنها: ابتكر آلة تحدد الوقت بدقة عن طريق تدفق الماء، وكان فيها إشارات دقيقة لكل ساعة تمر. دي كانت شبه الساعات الرقمية بتاعت دلوقتي، لكن باستخدام قوانين فيزيائية بدائية: ضغط الماء وسرعة الانسياب. بعدين عمل الزجاج المقوى والعدسات المكبرة. مؤرخين زي ابن حزم وغيره أشاروا إنه كان أول من جرب صقل الزجاج حتى يستخدم في تكبير الرؤية. التجارب دي مهدت لفكرة النظارات الطبية بعد كده، وكان لها أثر مباشر على علوم البصريات، خاصة عند ابن الهيثم. رابعا عمل النار من غير دخان. المقري قال: ابتكر طرقا لإشعال النار من دون دخان لاستخدامها في القصور والمجالس. كان سابق الكل، مش بس في الطيران، لكن كل فكرة كان عنده كان يمكن قدامهم عشان يوصلوا لها يمكن 100 سنة أو أكتر. في يوم الناس كانت متجمعة في ساحة تحت برج عالي في قرطبة. فوق كان في راجل لابس جناحين كبار من حرير وخشب وريش طيور، وقف وبص قدامه، مش على الأرض لكن على السماء، وصوت جواه بيقول: أنا مش مجنون، أنا بجرب علم عن الطيران، مش خرافة. سنة 875 ميلاديا عباس بن فرناس قرر يجرب اختراعه الجديد: جناحين محمولين شبه جناح الطائر. وبحسب ما ورد في كتاب نفح الطيب لأحمد المقري قال: كسى نفسه بالريش على هيئة الطائر، ومد له جناحين، وقفز من شاهق فطار في الجو مسافة بعيدة، لكنه سقط على ظهره. عباس طار فعلا، مش طيران خيالي، لكن بانزلاق في الجو لثواني طويلة. فضل ثابت ومدد جناحاته قدام أعين الناس، وبعدين وقع. ما ماتش، لكنه أصيب في ظهره إصابة قوية جدا فضلت مأثرة عليه لحد ما مات بعدها بسنين. جواه كان صوت بيقول: كان لازم أزود الذنب، نسيته، فالهبوط كان غلط.
المؤرخين كتبوا إنه بعد التجربة قال: الطيور لا تطير بأجنحة فقط، بل بذنب يتحكم في الهبوط. والذنب ده اللي هو الضيل الطائر، وهو بيبقى فعلا متحكم في هبوط الطيور. التجربة دي كان لها تأثير كبير قوي على العلم الحديث. في القرن ال13 الفيلسوف والعالم الإنجليزي روجر بيكون بيتكلم عن فكرة الطيران، وكان متأثر بأفكار عرب ومنهم ابن فرناس. القرن ال15 ليوناردو دافنشي رسم نماذج طيران بتشبه اللي عمله عباس ابن فرناس. وفي العصر الحديث وكالة ناسا سمت فوهة قمرية باسمه تكريما لأول من حاول الطيران تجريبيا حتى في التاريخ. وفي سنة 1973 العلماء في الغرب اعترفوا إنه أول شخص قام بمحاولة علمية مسجلة للطيران. في زمن ما كانش فيه لا طيارات ولا رادارات ولا وقود، راجل وقف فوق برج وحاول يطير، وقع بس ساب جناح للعالم كله يكمل بيه. بعدها ما بقاش بيمشي زي زمان، ظهره كان محني، خطوته تقيلة، بس عينه لسه بصة لفوق. بعد تجربة الطيران عباس بن فرناس عاش سنواته الأخيرة وهو بيعاني من إصابة شديدة في العمود الفقري. ما اتكلمش كتير عن اللي حصل، لكن كان واضح إن قلبه لسه متعلق بالسما، وجواه الصوت اللي ما فرقهوش: أنا ما وقعتش، أنا بس نسيت الذنب، بس الجناح كان شغال. المؤرخين بيقولوا إنه مات حوالي سنة 887 ميلاديا في قرطبة بعد ما عاش 77 سنة. في حياته ناس قالت عليه مجنون وفي ناس سخرت منه، لكن بعد موته بقوا يكرروا اختراعاته ويدرسوه. المقري قال عنه: سبق أهل زمانه في المعارف والعلوم حتى ضرب به المثل في الجرأة والابتكار. وفي مصادر من الغرب قالت عنه: عباس بن فرناس يعد أول من قام بتجربة علمية حقيقية للطيران، ومن رواد العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية. مات ابن فرناس بس بعده اتولد حلم، اتولد وراه ليوناردو دافنشي، الأخوين رايت، نيل أرمسترونج، كلهم كانوا ماشيين على جناحه هو. في ناس بتعيش عشان تكسب وناس بتعيش عشان تجرب. عباس بن فرناس ما كانش مستني تسقيف، لكنه كان بيدور على أفق جديد. في زمن كله بيبص تحت رجليه، هو بص فوق وقال للسما: أنا جايلك حتى لو مش برجلي. ما عملش طيارة، ما عملش مطار، أيوة، لكن عمل أول خطوة ما كانش حد أبدا هيقدر ياخدها ولا حتى يفكر فيها. يا ترى لو ابن فرناس اتولد في عصر فيه معامل ومهندسين ودعم، كان ممكن يطير فعلا؟ ولا الإنسان دايما محتاج حد يقع عشان غيره يعرف يطير؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.